ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا غدا سريع. كان عندي اكل باقي من امبارح، زودت عليه كده شويه حاجات، بس اكل طلع تحفه. يلا كملي معايا الفيديو واشتركي معايا لو لسه مشتركتيش في القناه، وفعلي زر الجرس. بصوا بقى عملنا ايه، شويه محشي ما اقولكوش تحفه. بصوا لونهم حلو ازاي، وشويه ملوخيه باقيين عندي من اكل امبارح، ولسان عصفور لسه عامله دلوقتي بالطريقه تحفه. وازاي يطلع معاكي لسان العصفور طعمه تحفه وما ينشيش منك ولا ينشف. تابعي بقى معايا الوصفه للاخر، وحط لنا اللايك الحلو بتاعك. ويلا بقى خش على الطريقة. لازم تقول لنا بقى رأيك في ايه الأكل بتاعنا النهاردة. بصوا بقى أنا جبت حلة فيها ايه زبدة ولسان العصفور، بحمره لدرجة معينة، درجة معينة اللي أنا ايه في درجة كده ما بتشربش المية، زي ما انت شايفة كده. هنحمر فيه لغاية ما ايه نوصل لدرجة معينة، وأوريك الدرجة دي هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. عندي هنا شوربة، وعندي محشي، وعندي شوية ملوخية باقيين من امبارح، وهنعمل بيهم أحلى أكل. حتى لو هو ايه بواقي برضو هنتصرف وهنعمل احلى غدا. زي ما انت شايفه كده درجه لون معينه هقولك عليها دلوقتي حالا. قلبي بس فيه شويه على النار. هي دي بقى الدرجه اللي انا بقولك عليها. بصي الدرجه دي ولا فاتحه ولا غامقه، يعني بحيث ان انت ايه متغمقهاش قوي وهي مش تشرب معاكي الميه. وهقولك برضو على سر يخليه ايه ما يشربش معاكي الميه ولا ينشي ولا طعمه يتغير. زي ما انت شايفه كده هنحط ايه عليه بقى الشوربه. الشوربه لازم تكون سخنه. حطينا هنظبط بقى ملحها، نحط مكعبات، شوية فلفل أسمر، وأحط الملح في الآخر لو احتاجت، عشان حتى مكعب والشوربة دي برضو مملحة. هنسيبها بقى تغلي شوية، وهقولك امتى بقى ايه تطفي عليها. بصوا لونها حلو ازاي. هنسيبها بقى ونغطيها. بصوا كده انا نقلتها على عين هادية شوية. زي ما انت شايفة كده اللون بتاعها زي ما هو، والمية بتاعتها ما نقصتش قوي، تحفة معانا. اغطي عليها واسيبها. بصي بقى اما تيجي تطفي عليها لازم تكون مش مستوية قوي عشان ما يشربش معاكي الشوربة كلها. هنا بقى المحشي، كنا عندنا شوية محشي قبلها بيوم برضو، قلنا ايه نسويهم جنب الاكل. نحط له ايه معيار المية بتاعته الشوربة. والمحشي دوت ما بيتغطاش بالشوربة، لازم يكون باين من عليه كده ايه كام سبعة اللي فوق دول، عشان يطلع معاكي حلو ومستوي. واول ما بس كده خلاص. واول ما يغلي معانا هنهدي عليه النار شوية، وهيكمل السوا بتاعه ويبقى زي الفل معانا. بصي زي ما انت شايفة كده المية بتاعته، ما تكتريش عن كده. غطيها بقى وسيبيها. بصي بقى انا كده طفيت على لسان عصفور، حبيت اوريهولك لسه فيه ميه بتاعته كده ايه، ناقص له تكه صغيره وهيستوي. يعني التكه الصغيره اللي ناقصه دي هطفي عليه كده وهغطيه وهسيبه هيكمل السوا بتاعه، ومش هيشرب ميته كلها ولا هينشي معاكي. ده سر برضو من اسرار لسان العصفور، لازم ما يكونش ايه مستوي كامل. اغطي عليه واسيبه ساعه الغرف ابقى ايه نغرفه كده، هيبقى لسه سخن ومستوي معانا زي مظبوط يعني. يلا بقى حطي اللايك بتاعك واشتركي معايا لو لسه مشتركتيش. يا رب الاكل بتاعنا السريع النهارده دوت يعجبكم، وحطوا لنا اللايك الحلو بتاعكم وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. هنغرب بقى لسان العصفور. بصوا لونه حلو ازاي، وفي الشوربه بتاعته اهيت، حبيت اوريها لك في الغرف. بصي مليان جوه شوربه زي ما هي، ما نشفتش، ولونه تحفه معانا. عصره ليمونه بقى ويبقى زي الفل معاكي. يلا بقى ما تبخليش عنها باللايك. اكله سريعه كده، كملها ايوه عن الاكل اللي هو قبلها بيوم. شويه الملوخيه دول بتوع امبارح.
كده المحشي استوى معانا، طفيت عليه. هنحطه في الطبق دوت. بصوا احنا بنحب كده ندلقه على طول كده. كده ايه، خلصنا الاكل بتاعنا. يا رب الاكل يكون عجبكم، وتكوني تابعتي معايا للنهايه وعرفت اسرار لسان العصفور عشان ما ينشش معاكي ولا ينشف معاكي، يبقى في ميته. وحابه اعرف انتي بتتابعيني من انهي بلد. ولو لسه مشتركتيش اشتركي معانا في القناه، في فيديوهات كتير هتعجبك. وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل ايه الفيديوهات اللي احنا بنعملها. يلا بقى اشتركي بقى معايا عشان تنوري قناتي. بس المحشي بتاعنا زي الفل ازاي، مش باين احمر معانا بس مش باين قوي. محتاجة بقى ايه اعرف رأيكم وبتتصرفوا ازاي في الاكل بتاعكم لما بيكون بقى يعني عندكم اكل. سواء محشي صغنن، بصوا ازاي. يلا بقى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.